لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، عاوز تعرف صيامك مقبول أو عملك عموما مقبول ولا مش مقبول؟ كل هذا يلقى القبول إذا كان بأمرين: إخلاصا لله أو عملا في اتباع الرسول. النية هي أساس الأعمال كلها، فربنا سبحانه وتعالى جعل كل عمل ابن آدم يقبل بشرط النية. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الآيات. بل إن الحديث الأعظم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم فيه، ويقال أن هذا أعظم الأحاديث ويدخل فيه جميع الأعمال والعبادات، ولذلك البخاري رضي الله عنه جعله مقدمة كتابه، وهو حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النية أساس كل شيء، فقبول العمل وعدم قبوله، رده من الله سبحانه وتعالى أو الأخذ به من قبل الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى إخلاص نيتك لله. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بسبب إيه؟ إنك لا تصوم لله حقا، لا تصلي لله حقا، لا تتصدق لله حقا، لا تفعل الخير لله حقا. الكفار ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم في القرآن الكريم، قال: ما نعبدهم، أي يعبدوا الأصنام، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم في دماغهم إن هم كده بيتقربوا لربنا، يبقى هم بيعبدوا ربنا بس عبادة إيه؟ خاطئة، ليس على الوجه الصحيح، ليس فيها إخلاص حقيقي، شابه الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك الأصغر وهو الرياء. يدخل الرجل فيزين صلاته من أجل فلان، يصوم الرجل ويزين صيامه من أجل الناس، يتصدق الرجل ويفعل ذلك من أجل الناس، تفعل الخير هذه المرأة من أجل الناس، لا تفعل كل شيء إلا إرضاء لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد الصالحين: يا نفس أخلصي تتخلصي، يا نفس أخلصي تتخلصي. يبقى النفس دي لما هتخلص لله سبحانه وتعالى هتخلص من عذاب ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقال إبراهيم بن أدهم: الإخلاص أو إخلاص النية الحقيقي أو الصدق الحقيقي هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فلذلك كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ربنا جعل كل العبادات في كفة والصيام في كفة. ليه؟ لأن الذي يطلع على قلبك ويعلم ما في داخلك حقا هو الله سبحانه وتعالى. والعبادة الأكثر التي ظاهرها وغالبها على الباطن هي الصيام. محدش عارف ولا متيقن انت بينك وبين ربنا ايه، صايم حقا ولا مش صايم، بتعمل خير ليه ولا كل هذا. فلذلك اختص الله الصيام بالجزاء من عنده سبحانه وتعالى، وقال: فإنه لي وأنا أجزي به. فلذلك على كل واحد منا أن يفعل العمل ويخلص فيه لله سبحانه وتعالى حتى يلقى القبول ويكون على هدي الرسول. جزاكم الله خيرا.